فيلمنا النهاردة بيبدأ في مكان اسمه الكوماندرا اللي كانت الناس عايشة فيه مع التنانين، واللي كانت بتساعدهم في كل حاجة، زي إنها تغير ليهم الجو وتنزل ليهم المطر، وكانوا عايشين في سلام لحد ما ظهر ليهم وحش مرعب اسمه الدرون، انتشر بسرعة رهيبة في كل المنطقة، واللي كان بيحول أي حاجة بيلمسها الحجر، حتى التنانين اللي حاربت بكل قوة لغاية ما آخر تنينة واللي اسمها سيسو جمعت كل سحرها في جوهرة وحبست فيه الدرون، وساعتها كل حاجة رجعت طبيعية ما عدا التنانين. بعدها بتظهر بطلة فيلمنا اللي اسمها رايا، وبتدخل نفق ومعاها حيوانها الصغير اللي بيلف زي الكرة وبتخليه يعدي قدامها علشان يكتشف الأفخاخ اللي في المكان، وبتوصل في الآخر لبوابة وبتفتحها وبتدخل تلاقي قدامها جوهرة، وبيظهر بعدها حارس الجوهرة وبيحاول يوقفها علشان ما تقربش منها. بعد كده بيظهر إن الحارس ده يبقى والد رايا، وإنه كان بيدربها وبيختبرها وهي نجحت في الاختبار، وبتقعد تبص رايا للجوهرة وهي مبهورة بيها، وبيقول لها إنهم من سنين طويلة وهم بيحرسوا الجوهرة دي، وإنها دلوقتي بقت الحارسة الرئيسية للجوهرة. وبتتمشى رايا مع والدها في القصر، وبيقول لها والدها إنه زعماء الأراضي التانية اللي اتقسمت بعد موت التنانين جايين علشان يحاربونا وياخدوا الجوهرة دي، فبتقول له رايا إنها مستعدة علشان تقاومهم. فبيقول لها تعرفي إيه عنهم؟ فبتقول له أول منطقة مليانة مرتزقة وصحراء شداد جدا، تاني منطقة سوق مشهور بالصفقات السريعة والمقاتلين البارعين، تالت منطقة غابة الخيزران المتجمدة، ورابع منطقة دول ألد أعدائنا، مدينة بيحميها مجموعة أشرار وقتلة. لكن باباها بيقول لها زمان كنا بلد واحدة متحدين، وأنا بتمنى إن احنا نرجع كده تاني، علشان كده عزمتهم كلهم على وليمة علشان نتكلم مش عشان نتحارب، ونحاول نصلح الوضع قبل ما ندمر بعضنا كلنا. ولما بيتجمع كل زعماء المناطق التانية بيبدأ والد رايا وبيقول لهم أهلا بيكم، فما حدش منهم بيرد عليه أو بيكون عاوز يرد السلام. فبتتقدم رايا وبتسألهم مين جعان، فبتروح بتلقائية بنت زعيمة القبائل وبتعرفها بنفسها وتقول لها إن اسمها نماري، وبترحب بيها رايا وبتاخدها للوليمة، وبتفضل البنتين يتكلموا مع بعض وبيلاقوا بينهم حاجات مشتركة كتير. وبتقول لها نماري إن بلدهم بتعاني رغم إنها من بره بتبان جميلة، وبتقول لها كمان إن الأساطير عندهم بتقول إن التنينة سيسو لسه عايشة، وبتوريها مخطوطة وتشرح ليها إن الأسطورة بتقول بعد ما اتغلبت سيسو على الدرون نامت في النهر. فبتسألها رايا أي نهر؟ إحنا عندنا أنهار كتير جدا. فبتقول لها نماري إن محدش يعرف، وبتقول لها كمان تخيلي لو عرفنا نوصل لها كل المشاكل بتاعتنا هتتحل. وبعدها بتدي نماري سلسلتها اللي على شكل سيسو التنينة لرايا، وبتاخدها رايا وبتحبها وبتقرر توريها الجوهرة. وفجأة بتظهر نية نماري الشريرة وبتقول لها شكرا عشان وصلتيني للجوهرة، وبتوقع رايا على الأرض وبيتحاربوا البنتين، وبتطلع نماري شعلة وترميها في السماء، وساعتها بيشوفها والد رايا والزعيمة الشريرة، وبيدخل الجنود على رايا، وبتقول بنت الزعيمة الشريرة إن دلوقتي الجوهرة بقت بتاعتهم. لكن والد رايا بيدخل ويدافع عن الجوهرة، وبيدخل كل زعماء المناطق، وبيقول والد رايا إنه لسه مؤمن إنهم يقدروا يحطوا إيديهم في إيدين بعض، وساعتها يقدروا يرجعوا الكوماندرا من تاني. وفجأة حد بيطلق سهم فبيدخل في رجل والد رايا، وبيظهر كل زعماء المناطق وهم بيتخانقوا على الجوهرة اللي فجأة بتقع منهم وبتتكسر وبتتهز الأرض جامد، وبيدخل عليهم الدرون وبيبدأ يحول الناس كلهم لتماثيل من الأحجار، وبيحاول والد رايا يحميها من الدرون، وبيجري كل زعماء المناطق علشان ياخدوا أجزاء من الجوهرة المكسورة لنفسهم، وبعدها بيجروا بعيد علشان يهربوا من الدرون. وبيقع والد رايا وبيقول لها إنها دلوقتي الحارسة، وبيوصيها إنها تكمل وما تستسلمش، وبيرميها في المية علشان الدرون بيخاف من المية، وبيتحول والد رايا الحجر. وبتظهر رايا بعد سنين لما كبرت وهي ماشية في منطقة متدمرة والناس فيها متحولة لتماثيل من الحجر، وبعدها بتروح مع حيوانها اللي كبر وبتوصل لنهر وهي بتتمنى يكون هو اللي فيه التنينة سيسو. لكن فجأة بيظهر الدرون وبتحاول تقاومه بسرعة لحد ما بيمشي، وبتفضل تكلم رايا الحيوان بتاعها وتقوله إن بقالي 6 سنين بدور على النهر اللي فيه التنينة وما وصلتش لأي حاجة. وبتلاقي قدامها حطام سفينة، فبتدخل جواها وبتقعد تتكلم وهي ماسكة سلسلة سيسو التنينة، وبتقول لها أنا فضلت أدور عليكي 6 سنين لآخر النهر ومش لاقياكي، وإحنا بجد محتاجينك. وفجأة بتظهر سيسو وبتتكلم مع رايا اللي بتنبهر لما بتشوفها، وبتعرف سيسو إن البشر كسروا التعويذة وأطلقوا الدرون من تاني. وبتعرف رايا إن سيسو مش هي اللي عملت الجوهرة وإنها نقلت الجوهرة بس، وبمجرد ما بتقرب سيسو من الجوهرة بتنور
بتنور، وبتقول لها رايا إن ده معناه إنها لسه مرتبطة بالسحر اللي فيها وممكن نعرف نستخدمها مرة تانية، بس لازم نجمع باقي القطع بتاعة الجوهرة وننقذ العالم من الدرون، وساعتها هيرجع والد رايا وترجع كوماندرا من تاني بلد متحدة. وفجأة بتدخل نماري للنهر اللي كانت فيه رايا علشان تدور عليها، لكن مش بتلاقيها لأن رايا أخدت سيسو وراحت تشوف قطع الجوهرة اللي موجودة مع باقي القبائل. وبتروح رايا لأول منطقة وبيوصلوا لقطعة الجوهرة التانية ويبقى معاهم 2 من أصل 5. وأول ما بتمسك سيسو الجوهرة بتتحول لإنسانة وبتفرح بشكلها الجديد، وفجأة بتدخل عليها نماري هي وجيشها وبتحارب رايا، لكن رايا بتنجح إنها تهرب منهم وتاخدها معاها سيسو ويركبوا حيوان رايا ويجروا وينطوا في المية ويلاقوا مركب فبيدخلوه وبيلاقوا طفل صغير فبيسألوه عن الكابتن بتاع المركب وبيكتشف إن هو الكابتن بتاعها، وبتطلب رايا منه يوديهم المنطقة الثالثة. وبتنزل التنينة تعوم في المية وبتطلب منها رايا إنها ترجع بسرعة قبل ما الولد يشوفها على حقيقتها. وقتها بيحضر الولد أكل ليهم، لكن رايا بترفض تاكل منه، لكن التنينة بتاكل منه بنهم شديد وبيعدي المركب من وسط درون كتير. وبيفضل الولد يقول لرايا إنه مش بيحب يخرج أبدا من المركب علشان خايف منه، وبيسألها الولد هو الدرون ده عبارة عن إيه؟ فبتقول له سيسو إنهم كائنات عكس التنانين، يعني زي ما التنانين بيحبوا المية والحب والسلام، هم بيجلبوا الدمار والخراب والشر وبيحولوا كل حاجة لرماد وحجر. وأخيرا بيوصلوا للمنطقة الثالثة وبيقول لهم الولد إنه يقدر يستناهم وياخدهم لمحطتهم التانية بس بمقابل مادي. وبتطلب رايا من سيسو إنها تستنى في المركب علشان تفضل في أمان وهي هتروح تجيب الجوهرة، لكن سيسو بتقرر تروح تشتري هدايا من السوق وبتكتشف إن مش معاها فلوس، فبيروح ليها الولد الصغير وبيقول لها إنها تقدر تشتري كل حاجة وتقول لهم إنك هتدفعي بعدين زي ما بيعمل الناس الكبار، وبيكون ده زي وعد منك ليهم إنك هتحاسبيهم بعد كده وإنت كبيرة وهيصدقوكي. وبتفرح سيسو بالفكرة وبتروح السوق تلم حاجات كتير، لكن الناس بيطلبوا منها تدفع الفلوس علشان مش عارفينها، وبتيجي ست عجوزة وبتاخدها من السوق. أما رايا فبتضحك عليها طفلة صغيرة وبتسرقها، وبتحاول رايا تجري وراها وترجع قطعتين الجواهر اللي سرقتها، وبتعمل صفقة مع الطفلة وتقول لها إنها هتديها فلوس لو عرفت تساعدها في مهمتها. وبنلاقي بعد كده إن الست العجوزة اللي أخدت سيسو هي اللي معاها الجوهرة الثالثة، وبتسأل سيسو عن القطعتين اللي مع رايا وبتقول لها لو ما قلتيش فين القطعتين هسيبك للدرون تاكلك. وساعتها بتوصل رايا وبتنقذها وبترجع المركب، وبنلاقي إن الطفلة وحيواناتها الصغيرين مستنيينهم هناك، وبتقرر رايا تاخدهم معاها وبتروح نماري علشان تقابل والدتها وتطلب منها الجيش الملكي علشان تحارب رايا. وبتقول لوالدتها إن رايا رايحة تلم أجزاء الجوهرة. أما على المركب بنلاقي سيسو بتتكلم مع رايا وبتقول لها إن التعامل مع البشر صعب قوي، لازم تكذبي وتتحايلي. وبتقول لها رايا إن أهم حاجة دلوقتي إن أنقذ والدي. وبيوصل المركب للمنطقة اللي بعدها وبتقع في فخ هي وسيسو، وبيدخل عليهم شخص ضخم وبياخد منهم ال3 قطع، لكن بيدخل حيوان رايا وعلى ظهره الولد الصغير والطفلة وحيواناتها الصغيرين، وبينقذوا رايا وسيسو وبيربطوا الراجل الضخم. وفجأة بيسمعوا صوت نماري وهي بتحذر أهل المدينة لو ما سلموهاش رايا هتحتلها. وتكتشف رايا إن أهل المدينة كلهم اتحولوا لحجارة ما عدا الشخص الضخم اللي خطفها. وساعتها بتخرج رايا لنماري وبتطلب منها إنها تسيبها وبتتكلم معاها علشان تلهيها على ما يهرب أصدقائها من غير ما حد يشوفهم. لكن سيسو بتقرر تساعد رايا لما بتلاقيها تتهزم من نماري، فبتتحول سيسو لهيئتها الحقيقية وتدخل تاخد رايا وتملى المكان دخان وتهرب بيها. وبيقرر الولد الصغير والراجل الضخم إنهم يساعدوا رايا بعد ما عرفوا إن سيسو هي التنينة المقدسة. وبيقدم الراجل الضخم قطعة الجوهرة لسيسو اللي بتطلع على السماء، وساعتها بتمطر الدنيا وتفضل تلف وهي سعيدة. وبيقرر الفريق إنه يتوجه لآخر منطقة وهي قبيلة الزعيمة الشريرة علشان ياخدوا آخر قطعة من قطع الجوهرة. وبتشرح رايا للفريق إن المنطقة دي محمية بقناة من المية والسبيل الوحيد لدخولها هيكون عن طريق المية. وبتقول لهم إن لحسن الحظ معانا التنينة سيسو، وساعتها بتاخدها سيسو وتوديها للمنطقة بتاعتها وبتشوف تمثال والدها. فبتقوم سيسو تاخد رايا وتوريها تماثيل التنانين اخواتها، وبتقول لها إنهم كانوا آخر تنانين عاشت، ورفض أخوها الكبير إنه يستسلم للدرون، وإن ده المكان اللي خاضوا فيه معركتهم الأخيرة، وجمعوا سحرهم كله وحطوه في الجوهرة دي واختاروها هي علشان تاخد الجوهرة وتنقذ العالم. وبتوصل بعدها نماري لمنطقتها وتقول لمامتها على اللي حصل، وبتطلع مامتها عارفة وبتكمل وبتقول لها إنها شافت إن حلم الكوماندرا ممكن يرجع والعالم يتحد مرة تانية. لكن مامتها بتقول لها إن لو العالم اتحد مش هنعرف نحكمه وإنتي خلصت مهمتك لحد هنا. وبتسيبها مامتها وبتمشي
وبتوصل رايا وأصدقائها وتدخل الأول الطفلة، وبيوصلوا لأوضة نماري ويرموا لها السلسلة اللي اديتها لرايا وهم صغيرين. وساعتها بتبعت نماري إشارة لرايا إنها تفهم إنها قبلت الهدية، وبتروح رايا تقابل نماري علشان تديها قطعة الجوهرة الأخيرة. لكن فجأة بتطلع سلاحها وبتكتشف رايا خدعها للمرة التانية، وبتطلب أجزاء الجوهرة من رايا. فبيتدخل أصدقاء رايا علشان يلحقوها ويقولوا إنه غلط أصلا الوثوق فيها من الأول. وبتقرب سيسو من نماري وبتقول لها تغير رأيها، لكن بتصاب سيسو بسهم بعد ما بتحاول رايا تصوب على نماري. وساعتها بيبدأ هجوم الدرون وبتختفي رايا من وسطهم، وبنلاقيها رايحة للمبنى اللي فيه نماري، وبيبدأوا في قتال عنيف. وأصدقاء رايا بيحاولوا ينقذوا المدينة من الدرون قبل ما قوة الجوهرة تختفي وتتأثر. وبتتأثر رايا وبتقرر تروح هي ونماري علشان ينقذوا المدينة مع الباقيين، لكن سحر الجوهرة بيبدأ يتلاشى. وبتمشي رايا بالسلسلة اللي عليها رسمة التنينة، وبتطلب يجمعوا قطعة الجوهرة، وبتقول لهم إن الأهم نثق في بعض وهي دي قوة الجوهرة الحقيقية. وبتدي الجزء اللي معاها لنماري، وبتتحول بعدها لتمثال من حجر. وبيقرر الباقيين يعملوا زيها، وبيدوا ثقتهم الأخيرة لنماري ويدوها القطعة اللي معاهم. وبتجمع نماري القطعة مع بعض وبتتحول هي كمان لتمثال. وفجأة بيختفي الدرون وبتطلع قوة ضخمة من الجوهرة وتنزل مطرة، وساعتها بتسيح التماثيل الحجر وبترجع رايا ونماري والباقيين لوضعهم الأصلي. وساعتها بيكتشف إنهم نجحوا، وبترجع شلالات المية في المدينة، وكمان التنانين بيرجعوا. وبترجع سيسو مرة تانية وبتفرح برجوع اخواتها التنانين، وبتحضن رايا أصحابها. وبيرجع الراجل الضخم لمدينته وأهله كمان، وبترجع الطفلة لمامتها، وبيرجع الولد الصغير لأهله. وبترجع رايا لمدينتها وبتقابل والدها وبتحضنه. وبيقابل والد رايا التنينة سيسو وبتقوله إنه لازم يفتخر ببنته إنها قدرت تجمع وتوحد كل المناطق، وقدرت ترجع الكوماندرا مرة تانية بعد كل السنين دي. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على يوتيوب علشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت واللي لسه جاية، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام.